المنتجات الغذائية. وقبل اللي أنا قلته كله في المقدمة، أتمنى الاهتمام بالإنسان المصري، وأن يكون آمن في حياته وفي مرضه وفي مسكنه، أن يكون آمن من تقلبات الحياة وصعوباتها، وأن يتوفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة. فماذا يفعل الإنسان إذا عجز عن توفير طعامه وعلاجه ومسكنه وأمنه واستقراره؟ نتمنى أن نستعيد سلامنا الداخلي، وتتراجع صرخات الألم، وتمحى من العيون دموع الحزن والانكسار، ونستعيد البسمة والضحكة اللي سرقتها مننا الأيام الصعبة والظروف العصيبة اللي مرت بنا. نرجع ونعود لموضوع حلقتنا اليوم، وهي عن المبادرة التي أطلقها البرنامج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وهي مبادرة معنا أطباء متعاونون من أجل توفير العلاج وسلامة الإنسان المصري. أشكر كل الأطباء اللي تعاونوا معنا وقدموا خدمات ومساعدات طبية، وفي مقدمتهم دكتور أحمد فهمي، استشاري طب أسنان جامعة القاهرة،